انت نص الفرقه من عندنا، واستسهال في فلوس وفي حد بيدفع وفي حد بيصرف. انا ما بقولش ده غلط، اصرف وادفع واشتري الزمالك كله لغايه حسين لبيب. عايز تغيظه هات له زيزو. انما احنا افتكرناها المجلس اداره قاعد بيتكلم مع ابن من ابناء النادي، وانه مفيش حاجه. وكل ما كانوا يقولوا لي ده الاهلي مضى، اقول لهم يا جماعه يا جماعه، طب هو لغايه النهارده في حد طلع من الاهلي قال احنا مضينا؟ حد بيتكلم؟ مفيش حد خالص. طب العقد ايه؟ ما حدش بكام، ما حدش فاهم كام سنه حدش. انما ان انت رئيس النادي شخصيا راح قعد مع زي عشان ياخده، خلاص ربنا معاك يعني. وهو غلط في الزمالك فعلا، كنا لازم نجيب مجلس الاداره كله يقعد مع زيزو كله، ونجيب بقى ميدو وحازم امام وممدوح عباس وحسين لبيب وكل مجلس اداره يجي يقعدوا معاه. يا كابتن زيزو تحت امرك، عايز ايه؟ خلاص ربنا معاك ويوفقك وابعدوا عن زيزو تماما. وانا بقى اناشد الناس اللي على السوشيال ميديا، يا جماعه ما حدش يشتم زيزو، خلاص ربنا يسهل له. كل سنة وانتم طيبين جميعا، أهلاوية وغير أهلاوية، ربنا يعودها عليكم أيام بخير وعلى مصر كلها بخير وسعادة، وعلى الأهلي دايما ببطولات وسعادة وفخر. خلاص كله خد العيدية بتاعته. زيزو النهاردة نزلت لكم فيديو من مطار وهو مسافر لأمريكا، لولاية ميامي الأمريكية، عشان يلحق ببعثة النادي الأهلي هناك ويبدأ التمرينات الفعلية تحت قيادة ريفيرو الأسباني، اللي هيبدأ بمباراة ودية امام باتشوكا. بس خلي بالكم الصياح هيشتد الايام اللي جاية جدا جدا، وفي ناس عاقلة بدأت تسلم بالامر الواقع وتطلع تتكلم. النهاردة ممدوح عباس الرئيس الفعلي لنادي الزمالك نزل تويتة كتب فيها خلاص محدش يفكر في اللي فات، اللي باع بيعه على كلامه، عايزين نفكر في الاسطورة الحقيقية شيكابالا اللي جاب لهم الكاس. خلاص ما فيش مشاكل، هم عندهم الكلام ده خلاص، اسطوره اسطوره الله يسهل له. زي ما كان بالظبط حماده امام، حماده هلال في الفيلم بيقول له اسطوره وجعان، قال له اسطوره، هو اسطوره عندهم خلاص، اسطوره مفيش مشكله. خلينا بقى في النادي الاهلي اللي النهارده اعلن بشكل رسمي عن توقيع زيزو، اعلن بشكل رسمي. كلنا عارفين ان الحكايه خلصانه من زمان وان زيزو انتقل للاهلي من زمان، لكن تم التوقيع رسميا النهارده. كل الكلام اللي كان بيتقال قبل كده هري. كان في اتفاقات، كان في اتفاق توقيع باعلانات مع شركه الاهلي ميديا الاهلي وقناه الاهلي، لكن العقد نفسه كلاعب في النادي الاهلي لم يوقع الا اليوم. ونادي طبعا هو كان جاهز على التوقيع يعني. وتم استكمال اجراءات قيد زيزو، وزيزو سافر النهارده فعلا الى الولايات المتحده الامريكيه، يوصل بالسلامه ان شاء الله عشان يبدا مع النادي الاهلي. الايام اللي جايه هنسمع صياح كبير جدا جدا، وهتنسوا تماما، هتلاقي جماهير الزمالك نسيت تماما موضوع الكاس. انا بقول لك لان الضربه كانت جامده، وهم لحد اخر لحظه كان عندهم امل ان زيزو يروح اي مكان تاني غير الاهلي، كان عندهم امل ان هم يقدروا يوقفوا زيزو، لكن الكلام واقعي جدا جدا. زيزو خلص، حاولوا مره قال لك المباراه مباراه 12/6، مره نهايه كاس الرابطه، مره 1/7، مره 30/6. المهم كلام متغير يدل على ان هم ما عندهمش ارض صلبه يقفوا عليها. يعني في الاول قالوا نهايه الموسم 1/7 اللي هو دفع القسط. انا مالي ومال دفع القسط؟ انت عليك فلوس ليا وبتقسطها لي على 10 سنين، انا مالي؟ مال ده ومال العقد اللي بيني وبينك كلاعب. مره تاني قالوا 30/6، مره ثالثه قالوا 12/6 اللي هو الماتش بتاع نهائي كاس الرابطه اللي هم طلعوا منه، وهكذا. كل الكلام متناقض. الاهلي موقفه ثابت، الاهلي مستطلع راي محامي دولي في الفيفا قبل ما يوقع عقد زيزو وقبل ما ينشر اجراءات قيده والفيديو الترويجي وكل ده. النهارده برضو طلع واحد هجاص على يلا كوره او يلا زمالك، موقع يلا زمالك، يقول لك زيزو رفض يعمل فيديو التقديم، بعدها بساعتين نزل فيديو التقديم اللي احنا نزلناه لكم على القناه. يعني هتلاقي محاولات كتيره وكلام كتير،
كله يدل على مدى الفشل وضحالة الفكر اللي بتلاحقهم. خسبوا كاس مصر بضربات الجزاء وماله، والله انا فرحت ان هم خدوها من بيراميدز، والله انا فرحت ان الزمالك خد الكاس مصر من بيراميدز بكل امانه، رغم ان هي كانت مسرحيه، وانا عارف ان التفويته وعلي جبر اشتغل شويه ومصطفى فتحي قلش والدنيا حلوه ومشوها مع بعض والمدرب بتاعهم طلع الشيبي وطلع لعيبه مهمه، يعني الدنيا اتظبطت يعني وكله اتراضى. وده الاتفاق اللي افصح عنه القذر قليل الادب صاحب اللسان السليط لما كان مع ممدوح عيد وقال اللفظ اللي هو شتم بيه جماهير النادي الاهلي. الموضوع كان واضح والطبخه كانت واضحه، واحنا مش مشكله، ما عندناش مشكله يعني، عادي احنا كده كده بره كاس مصر وسيبوهم يتراضوا. في الاول وفي الاخر الاهلي عارف سكته، تحالف الشر الثلاثي الزمالك وبيراميدز وبعض من الجهات المسؤوله عن الرياضه المصريه ضد النادي الاهلي، ومع ذلك الاهلي شائق طريقه بيدوس عليهم كلك وماشي في سكته ان شاء الله. خلصنا بقى لعب العيال، نبدا بقى في كاس العالم للانديه مرحله الابهار. اوعى تغمض عينيك، مرحله الابهار ان شاء الله تشوفها مع النادي الاهلي في مباريات كاس العالم للانديه اللي هتعلي الشياط اكتر واكتر، اكتر من صفقه زيزو. وانا بقول لك هتسمع الايام اللي جايه شياط كتير جدا، وربنا يكون في عون بتوع المطاف، هيلحقوها منين ولا منين؟ ربنا يسهل له، محدش يهدده، محدش يتنمر عليه، هو اختار ومن حقه، هو ما عملش حاجه. الراجل قال لك انا ما فلوسي ناقصه وما باخدهاش، ده خلاص ربنا معاك، روح بقى مع النادي اللي هيدفع لك الفلوس. وعلى فكره مش عيب يا زيزو ان انت اخترت فلوس، ومش عيب ان ابوك اختار فلوس، بس العيب ان هو بقى يدي حقوق الناس التانيه كمان، ما هو كمان مش هناكل فلوس الناس يعني. ارجوكم، هذا الموضوع قد انتهى، وانتهى نهايه بايخه ما فيهاش كده، بجد مش شيك، مش راقيه، طريقه خلفيه كده ما تفهمش ايه الحكايه فيها. انما معلش عادي، ما احنا متعودين على كده في الزمالك. خليكم فاكرين ان هو قال انه مش هيلعب في الدوري تاني، انما هم ما بيهمهمش. واضح انه النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي ميكيافيلي، اللي تغلبه العبه، اعمل اللي انت عايزه، المهم المصلحه. اوعى تاني حد يقول لي ده نادي المبادئ، والا والله ما انا بادئ.